يطيب لنا في مقاطعة الحي المحمدي وبمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب المجيد أن نرحب بكم بمهرجان ظاهرة المجموعات في نسخته الثانية، والذي يحمل شعارا ظاهرة المجموعات التاريخ والمسار والأنماط، والذي ارتقينا من خلاله أن تحمل هذه الدورة اسم الفنان المبدع والمؤسس لمجموعة جيل جلالة المرحوم مولاي طاهر الأصبهاني. وبالمناسبة أود أن أتقدم بفائق شكري وعظيم امتناني إلى كل من سيد عامل عمالة مقاطعات عين سبع الحي المحمدي على دعمه وتجنيده لكل المصالح الخارجية من أجل إنجاح هذه التظاهرة الفنية الوطنية الكبرى. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسيدة الرئيسة على دعمها المتواصل لإنجاح هذا المهرجان، وكذلك شركة أفيردا والسلطات المحلية الذين دعمونا. وكذلك لا أنسى أن أشكر المساهمين والمدعمين لهذه النسخة الثانية. يا أخي محمد يا الصحون أزوج يا حبيب. يا سلام على اتحاد البيضاوي، يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم فيصل الأصبهاني ابن المرحوم الفنان مولاي طاهر الأصبهاني. اليوم أنا كنحضر في المهرجان الغيواني بالحي المحمدي اللي كيحمل اسم الدورة ديالو الفنان المرحوم مولاي طاهر الأصبهاني، أحد مبدعين في الأغنية الغيوانية
تراثية الشعبي المغربي الملحوني. وبهذه المناسبة كنشكر المسؤولين والناس اللي وقفوا على هذا التنظيم هذا، وهذا الشيء تيفرح بأن هاد الناس تيذكرونا في المبدعين اللي عطاو الكلمة ديالهم والرأي ديالهم في واحد الوقت اللي كان الفن لا زال فيه صعوبات وفيه سميتو. يعني الحمد لله باش تنعرفوا بهاد المبدعين، والله يرحم جميع الرواد، والله يرحم مولاي طارق الأصبهاني، ويرحم جميع الرواد ديال الظاهرة الغيوانية، ويرحم جميع الفنانين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين. وشكرا لهذا المسؤولين اللي صراحة كي يذكروا هذا الساكنه ديال الحي المحمدي اللي هي باش كيعرفوها بالتراث الفني الاصيل الغيواني ديالهم. وكنتمنى ان شاء الله باش يكون ناجح ان شاء الله في الدورات ديالو، لا هذه الدوره الثانيه ولا الدورات المقبله ان شاء الله. وشكرا. عبد الله الوغشيت مدير المهرجان. نصل اليوم الى الدوره الثانيه لمهرجان مجموعة الظاهرة أو ظاهرة المجموعات. كما تعلمون أن السنة الماضية كان تنظيم هذا المهرجان داخل قاعة. اليوم اقتضى نظر المنظمين باش يخرج الهواء الطلق باش يتمكنوا جميع الساكنة ديال الحي المحمدي ولا زوار الحي المحمدي من متابعة فقرات البرنامج. وهذه الفقرات ديال البرنامج تتنوع ما بين الغناء الذي يجمع بين الرواد وبين الشباب، وما بين الندوات والمعرض وأشياء أخرى، لأنه هذا مهرجان للعائلة، هو مهرجان للأسرة، هو مهرجان لإبراز مكنونات الثقافة المغربية. لأن خصك تعرف أن الحي المحمدي الذي انبثقت منه هذه الظاهرة، فهذا الحي المحمدي كان يشهد طفرة ثقافية كبيرة في الأدبي والشعري والتشكيل وهذا، وبالطبع وفي السينما، وبالطبع أيضا جات هذيك الإبداع ديال انطلاق الظاهرة من الحي المحمدي عبر فرق رائدة اللي كتعرفوكم لا داعي لذكرها. فهاد واستمرت نصف قرن هي كتستمر نصف قرن من العطاء. اليوم المهرجان هو وفاء لنصف قرن من العطاء، واختار شعار التاريخ والمسار والأنماط. كنقولوا الأنماط لتسليط الضوء على الإيقاعات المغربية، لتسليط الضوء على فنون القول، على اعتبار أن فنون القول والإيقاعات المغربية هي نقطة القوة ديال هاد الفروق هذه. نزيدوا حاجة أخرى، هو أن مقاطعة الحي المحمدي مشكورة هي سلمت المشعل للمجتمع المدني لكي يدير هذا المهرجان في خطوة رمزية على أن المجتمع المدني في الحي المحمدي يعيش دينامية كبيرة رياضيا وثقافيا وفنيا وفي كل مناحي الحياة. فريد المقدر المدير الفني للمهرجان الوطني لظاهرة المجموعات في نسخته الثانية التي ستنطلق بعد قليل بطبق حلو متنوع. لقد اخترنا لهذا الجمهور الحبيب أن ننوع الافتتاح، فهناك شريطين، الأول يؤتت لذاكرة وكرونولوجيا المجموعات، والثاني يؤتت ويذكرنا بالمرحوم مولاي طاهر الأصبهاني صاحب الدور. طبق فني ثلاثي، مسنا وميلود سيبحر بنا عبر العيطة وعبر المتون الشعبية، ثم نعود إلى إسلان لنبحر عبر إمازيغ عبر إيموريغ، وبين قوسين إسلان كان الضيف للشرف التظاهرة أشكو إخصا نتيني كرانوال إفولكي يمدناد هاتي الظاهرة الرويس تزوير الظاهرة المجموعات. الرويس تبدون 1960 وقبل الرئيس بالعيد تبارك الله راه في القرن التاسع عشر. فبغينا نرجعوا الى انماط الرويس والى شويه ديال الرقص وشويه ديال الايقاع، ثم نعود الى الكلمه الهادفه عبر مجموعه جيلاله. نتمنى، وهناك اطباق شهيه الثلاثاء والخميس والسبت، وهناك ندوتين فكريتين. ارجو من الجمهور ان يتعامل بمحبه وحب للحي المحمدي، وان يسهل مأموريتنا
وأن يساعدنا في إنجاح هذه التظاهرة. وشكرا لمنبر إعلامي الذاكرة 24 التي تواكب هذه الحدث وما فتئت أن تواكب دوما هذا الحدث، فشكرا لجنود الخفاء. انا اولا غادي ناخذ الشرعيه ديالي وغنتكلم على حي محمدي من خلال بن الحاج. هذا الرجل اللي من الناس اللي بيليي ديال الظاهره مجموعات في بدايتها، هذا صاحب العربي وصاحب بوجميع وصاحب الكبار وصاحب الصغار، هذا استاذنا، هذا رجل المزايله، به ناخذ شرعيتنا ان نتكلم عن الظاهره، هذه الظاهره التي ظهرت كظاهره في حد ذاتها واستمرت في الزمن والمكان وتاكدت انها وفق هذا الشعار الذي وضعناه ان ظاهره المجموعات تاريخ ومسار وانماط. اليوم سيتحقق هذا التواصل وهذا الذاكره اننا نحتفئ ب50 سنه لهذه الظاهره وانها اثبتت انها مدرسه متكامله انماط وستكون هذه السهره نموذجا لهذا الخطاب الذي قلته لكم وشرعيتي من هذا الرجل. هزمنا في الظاهرة الغيوانية من البداية ديالها مع الغيوان، مع مجموعة الشباب، مع الثنائي بساسوفاس والتسوكين والزعريف في المغرب كامل وخارج المغرب. أنا كنت منظم السهرات ديال الناس الغيوان. احنا الناس ديال الحي المحمدي كبرنا في هذا الحي هذا ما يزيد على 70 سنة في الحي المحمدي، يعني احنا عندنا أكثر من 76 سنة دابا حاليا. هذا الحي حي معطاء، هذا الحي عنده مراحل داز مرحلة المقاومة، داز مرحلة الرياضة في الحي المحمدي من ملاكمين ورياضيين وحمل أثقال وفريق الاتحاد البيضاوي العريق اللي داز في هذا الحي، وجات الظاهرة الغيوانية بداية من 1971 إلى يومنا هذا. هذا الحي أعطى الفنانة، أعطى الرياضيين، أعطى السياسيين، أعطى المقاومين، وفي الحقيقه احنا مازال ما عطيناش داك الشيء قد ما عطانا هو عطى، وحنا مازال ما عطيناش. يلا هذه المحاولات دابا اللي سمحت كيديروها من فئه الى اخرى باش تعريف لهذا الجيل الاخر، لان القضيه ديال التوثيق ما كايناش في المغرب، ما حتى واحد ما كيوثق، باش نوريو الاشياء القديمه اش داز. والحمد لله وشكرا لكم. يوسف رخيص رئيس مقاطعه الحي المحمدي. اليوم انا جيت مسرور باش نعطي انطلاقه ديال المهرجان ديال الظاهره الغيوانيه او ظاهره المجموعات اللي هي الدوره الثانيه. اليوم الحله الجديده اللي فيها وهي اولا كتقام في واحد الفضاء مفتوح اللي هو بالشر الخير بالحي المحمدي، اول مره كنديروا هذه العمليه. ثانيا هذه الدوره كتحمل واحد الاسم ديال واحد الفنان كبير اللي هو مولاي طه الاصبهاني. ثالثا كما كتعرفوا ولاد الحي كلهم متعطشين لهذا الذوق ولهذا الفن ديال الغيوان، ديال المشاهد، ديال التقاده، ديال الرفاق، ديال السهام، ديال المسلاوه اللي ما يمكنش نتنكروا لهم. هذا جيل عطى الكثير، وبغينا باش هاد الاخوه اللي غيكونوا معاهم هاد المجموعات اللي هي غتكون مع هاد الرواد ويكونوا الخلف ديال هاد الاخوان ان شاء الله. اخويا اسم غني عن التعريف. الله شرفتي المهرجان هذا. تكلمنا عن الحضور ديالكم في المهرجان. هذا مهرجان الحي المحمدي، مهرجان ساكنة الحي المحمدي، ظاهرة المجموعات في نسخته الثانية. الحمد لله كيشتي دابا المهرجان من النسخة الأولى للنسخة الثانية يتقدم ويرتقي إلى درجة أحسن، وكنشكروا المجلس زعما اللي كيبذل واحد المجهود، ورئيس المقاطعة والساكنة وجميع الأعضاء الفنية والتقنية والفعاليات السياسية والثقافية كلها كنشكروهم. كنشكروا الجمهور اللي حضر اليوم بكثرة صراحة في هذا الفضاء الجميل هذا، فضاء بشار الخير الذي يبشر بالخير في مناسبات قادمة إن شاء الله. وكما شفتي دابا مجموعة مسناوة ميلود مع الأخ الحسين عطات واحد النموذج في الأغنية المسناوية، وشتي التفاعل ديال الجمهور كيفاش كان، والحمد لله والشكر لله. مازال العملية مستمرة، بعد بدينا عدة مهرجانات بمختلف مدن المغرب، وكنتمنى ان شاء الله باش نخدموا في مهرجانات اخرى ان شاء الله عبر التراب المغربي. مشاهدي الكرام، معكم من وسط الحي المحمدي الفنان والاعلامي عبد الله أبالي رسلان اللي هو رئيس مجموعه اسلان الفنيه الامازيغيه المغربيه. اليوم لنا واحد الشرف كبير ان الجماعه ديالنا جماعه الحي المحمدي كتنظم واحد الحفل اللي فيه فرحتين. الفرحه الاولى هي فرحه عيد الشباب المجيد وكذلك ثوره الملك والشعب، وكنشكروا الجماعه ديال الحي المحمدي اللي عطاتنا هاد الفرصه باش التراث والفن الامازيغي في وسط مدينه الدار البيضاء
تكون له واحد الثمن كبير، يعني اللي الناس شغوفين باش يحضروا معنا. وكنشكروا رئيس الجماعه ديال الحي المحمدي والاعضاء ديال المكتب ديالو اللي دائما كيساهموا وكيساعدوا وكيشجعوا الاغنيه الامازيغيه. فشكرا، وشكرا كذلك للاخ سليمان اللي هو مراسل ديال الذاكره 24 ازول فناون ثاني من باريران.